هاد العلامات كتبان على الطفل ديالك كتأكد أنه كيتعرض للتنمر في المحيط المدرسي. غالبا الأطفال في حالة التنمر ما كيقولوا والو لوالديهم حيث كيخافوا من الانتقاد ويبانوا ضعاف، فكيختاروا الصمت. أولا، التمرد المتكرر. الطفل كيتشكى ديما من آلام البطن قبل ما يمشي للمدرسة، ولكن الغريب أن هاد الآلام كيختفي في العطل. ثانيا، كيغير الطريق المعتاد اللي موالف يمشي ويجي منه من المدرسة، ولا كيطلب منكم ترافقوه واخا قادر يمشي بوحدو. ثالثا، الأغراض المفقودة. كيرجع للدار بأدوات ناقصين بشكل متكرر وغير منطقي. رابعا، الصمت الاجتماعي. الطفل ما كيبقاش يعاود على الأحداث اللي كتوقع له في المدرسة، ما كيبقاش يهضر على صحابو، كيولي غير ساكت. خامسا، السهو والقلق المستمر. كيولي غير ساهي، عصبي وفقد الثقة في المواهب والقدرات ديالو. سادسا، اضطرابات النوم والشهية. كيولي إما ياكل بزاف يا إما ما عنده نفس، وكيتقلب بزاف في نعاسو بسبب التفكير في الأحداث اللي وقعت ليه. إلا لاحظتي هاد العلامات على الطفل ديالك ما تستهنش بها، راه هذه إشارة قوية كتنبهك أن الطفل محتاج كدعمه وتحميه نفسيا قبل ما يطيح في مضاعفات خطيرة.